كان في آلة اسمها القيثارة، كانت آلة عند المصريين القدماء، بس بعد كده تروح على أثينا ومن أثينا على روما علشان يحصل فيها شوية تعديلات وتعمل أعظم الإنتاجات الموسيقية وتبقى اسمها آلة الهارب. هي دي قيثارة السماء فيروز اللي دمجت الشكل الشرقي بالموسيقى الغربية، غنت وصوتها يدخل كل القلوب حتى لو مش فاهم اللغة اللي هي بتغني بيها. دي بقى قصة إنسان النهاردة، قصة فيروز. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو علشان ده بيشجعنا إن احنا نكمل. اكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. في 21 نوفمبر 1935 تتولد بنت صغيرة اسمها نهاد وديع حداد. اتولدت في جبل لبنان، بس بعد كده عائلتها قررت ان هي تروح على بيروت علشان شغل ابوها. وديع حداد كان شغال في مطبعة لجريدة لبنانية. امها كانت ليزا، كانت ست بيت مخلفة نهاد وهدى وأمال وجوزيف. كانت دايما فيروز اللي هي نهاد علشان عيلتها كانت على قد حالهم كانت بتسمع الراديو من عند الشقة اللي فوقيهم، وكانت بتسمع أسمهان، فريد الأطرش، ليلى مراد، سيدة الغناء العربي أم كلثوم، عبد الوهاب، وكانت بتحفظ الأغاني دي لأن في الوقت ده ما كانش فيه تسلية خالص غير إن هي كانت بتدندن، لأن هي كانت بتحب الدندنة، والدندنة دي وهي كانت بتساعد أمها في شغل المطبخ، وده خصوصا لأن هي الأخت الكبيرة، ومن هنا هتتعلم المسؤولية وهيكون لدور العيلة أهمية كبيرة جدا عند فيروز، لأن هي كانت مسؤولة لأن هي الكبيرة طبعا عن إخواتها الصغيرين. المهم وصوت الراديو وهو كان عمال يشتغل كانت هي عمالة تدندن وراه، فكان في راجل قصادها على طول كان بيشتغل بالليل ويروح البيت علشان ينام. كل شوية تيجي تغني هو يفتح الشباك ويفضل يزعق بصوت عالي جدا، ويفضل كل ده كل يوم. اما في الصيف بقى كانت بتروح على بيت جدتها في القرية بتاعتهم، وكان في الوقت ده طبعا مفيش ولا راديو ولا تلفزيون، فكانت حياتها مقتصرة بس ان هي بتساعد جدتها. في الطريق للنبع علشان تملى المية اللي بتحتاجها البيت كانت عمالة تدندن الاغاني اللي بتحفظها من الراديو، ودايما كانت بتفتكر طفولتها بأيام سعيدة وحاجة بسيطة جدا. بس بسبب صغر النطاق العلاقات بتاعتها كانت هي طفلة خجولة في التعامل مع الناس. المهم ما كانش عندها صداقات كتيرة جدا لما راحت المدرسة، وهناك بقى كانت بتغني في الحفلات بتاعة المدرسة، ولما سمعها حد اللي هو اسمه محمد فليفل قال لها انت لازم تروحي تغني، وراح اقنع ابوها المحافظ، وفعلا نجح ان هو يقنعه، وبس بشرط واحد ان هي لازم تكون وهي رايحة الكونسرفاتوار معاها اخوها جوزيف. ومن هنا بقى يسمعها حليم الرومي. فعلا في شبه كبير قوي ما بينه وما بين اسم ماجدة الرومي لان هو طبعا ابوها. المهم ألف لفيروز اول اغنية ليها طبعا تلحين، وكان ده سنة 1950، وقدمها لعاصي الرحباني. عاصي في الوقت ده كان مؤلف وملحن مشهور، بس هو حب ان هو يكون قدام فيروز المغنية اللي لسه بتبتدي، حب ان هو يبان عليها بقى دور الملحن المشهور جدا، وحط رجل على رجل وهي كانت بتغني. المهم خلصت الأغنية بتاعتها وبعد كده راح قال لها كويس، صوتك كويس. هي من الوقت ده حست ان دمه تقيل قوي، بس ده في الأول بس يحصل ما بينهم التعاون الأشهر في المجال الموسيقي والأغاني، وتكون فيروز تكون خايفة جدا من الشكل الجديد للأغنية اللي هم عمالين يقدموها مع طبعا الإخوة الرحبنة اللي هو عاصي الرحباني وأخوه منصور الرحباني. بس من هنا يحصل طفرة في الغنى الشرقي العربي مع فيروز والرحبنة، ينجح الأغاني بتاعتها بس تلاقي نقد رهيب جدا، لأن طبعا الأغاني اللي هي بتقدمها شكل جديد للأغنية العربية. وفي المرحلة دي بقى تتجوز عاصي الرحباني سنة 1955 علشان يطبقوا المثل المعروف لا محبة إلا بعد عداوة. يجيلها بقى الوسام من القاهرة إن هي تكمل من خلال إن ملكة الغناء الشرقي العربي أم كلثوم تقول إن هي معجبة بأغاني فيروز، ومن هنا
تخلي فيروز الأغنية اللبنانية تنافس الأغنية المصرية، ودي لأول مرة تحصل إن يكون في أغنية عربية تنافس الأغنية المصرية. دايما كان المغنيين في مختلف الدول العربية لما كانوا بيروحوا مصر بيغنوا باللهجة المصرية، لكن فيروز اتشهرت وغنت باللغة أو اللهجة اللبنانية بمعنى أصح. وبعد كده تخلف 4 أطفال: زياد، ليال، ريما، وهالي، وتكون هي البطلة الرئيسية في مهرجان بعلبك، وده يكون في مرته الأولى. وبعد كده يتكرر المرات وهي تكون البطلة، وهكذا الشحرورة اللي هي صباح، اللي برضو قالت وعبرت عن مدى إعجابها بنجاح واجتهاد فيروز في الغنى، مع إن في الوقت ده كانت فيروز سنها صغير قدام صباح اللي كانت مثلت وكانت بتغني. بس بالرغم سنها الصغير ده، بس فنيا كانت مؤثرة كتير جدا. المهم تروح هي والرحابنة في رحلة غنائية لأمريكا، وتروح هناك تغني. بس في أول يوم عرض ما كانش فيه أي حد حاجز تذكرة للعرض بتاعها. المهم عاصر الرحباني قال لها مادام انت جيتي هنا علشان تغني يبقى لازم تغني حتى لو مفيش ولا واحد. هي حزنت، بس بعد كده وهي طالعة على المسرح لقيت ان المسرح مليان جدا بالجمهور، وبعد كده ابدعت في الغنى واتشهرت هناك. ومن هنا بسبب اللون الغربي اللي ممزوج باللون الشرقي يحبها الناس الاجانب ويحبوا الاغنية اللي هي بتقدمها بالرغم ان هم مش فاهمين اللغة بتاعتها. ترجع بقى على لبنان علشان هي مش قادرة ان هي تسيب عيالها، وتروح على حفلة غنائية لداليدا في مسرح في لبنان. وداليدا اول ما تعرف ان فيروز قاعدة في الصف الاولاني علشان تسمعها كانت متوترة جدا وهي بتغني. وبعد ما تخلص الغنى وبعد ما تخلص الحفلة تروح تتكلم مع فيروز وتحكي لها عن الموضوع ويتعرفوا على بعض بعد اللقاء ده. بس بعد اللقاء ده يحصل الحرب اللبنانية ويموت عاصر الرحباني وتنفصل فيروز عن الرحابنة، وهكذا ترفض فيروز ان هي تخرج من لبنان بالرغم المعاناة والحرب اللي دايرة في لبنان، مع انها هي اشهر مغنية ومعاها فلوس تقدر ان هي تسافر وتقعد في اي دولة اذا هي حابة. بس هي رفضت لان هي حابة وطنها ومش حابة ان هي تسيبه في الوقت وفي الازمة دي. بس بعد كده تروح على فرنسا وتطلع على مسرح الأولمبيا اللي هو المسرح اللي أول واحدة غنت عليه عربية هي أم كلثوم، وبعد كده هي التانية تغني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك، بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. علشان كده كل الجمهور يسقف بجنون جدا. وبعد كده تغني في مرحلة جديدة جدا من المراحل اللي غنت فيها لواحد اسمه زياد، هو فعلا ابنها زياد الرحباني. هتغني معاه أغاني جديدة زي سألوني الناس وكيفك انت وأغاني كتيرة جدا على الشكل ده، وتنجح معاه نجاح زيادة، ويفضل نجم فيروز عمال يشع نور في السماء لغاية ما تقرر للمرة التانية ان هي تنعزل عن الجمهور بعد مرتها الأولى في حرب لبنان. بس لما يحصل انفجار في مرفأ بيروت 2020 ولما يقرر رئيس فرنسا ماكرون ان هو لازم ينزل على لبنان، اول ما ينزل على بيت فيروز. في احد لقاءات عملتها فيروز في مصر لما جت تعمل حفلة الصوت والضوء سألتها المذيعة، قالت لها هو انت ليه جاية تغني في حفلة ووراكي الأهرامات ووراكي أبو الهول، ليه بتحبي الشكل التاريخي في الحفلة بتاعتك؟ فقالت لها أنا بحس بالغموض، بحس إن في حاجة بتشبه ما بيني وما بين أبو الهول. هي دي فيروز، صامدة في وجه كل الانتقادات وفي كل الآراء اللي اتوجهت ضدها. كمان غامضة في حياتها لأن هي خجولة بطبعها، مش بتحب الأضواء كتير. بس زي ما بيقول عليها محمود درويش، فيروز رمز ترفض أن تموت ولن تموت. زي طبعا أبو الهول عايش من ساعة ما بناه المصريين القدماء ولغاية دلوقتي موجود، وهكذا فيروز موجودة دايما في الصبح، موجودة بالليل، موجودة واحنا زعلانين، موجودة برضو واحنا مبسوطين. هي دي فيروز، وأحب أهدلها من الحلقة بتاعتنا كل السلام والتحية وربنا يهديها الصحة لفيروز. ومن هنا تكون خلصت حلقتنا في قصة إنسان النهاردة. ياريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.